ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. حابه اعرفكم حاجه عني شخصيه شويه، وهي ان انا بحب جدا ان انا اكتب المذكرات بتاعتي. بكتبها من وانا عندي 12 13 سنه تقريبا، وهي حاجه اساسيه جدا. المهم ان انا كنت بدور في الاوضه بتاعتي وبوضبها، وشفت ذكرياتي انا كاتبه حاجات من 5 سنين. قعدت اقراها اتفاجئت جدا. عارفين اتفاجئت ليه؟ اتفاجئت لان انا لو كنت عارفة ان انا همر بال5 سنين اللي فاتوا دول، كنت هقول لنفسي حاجات مهمة قوي تخليني ابقى عايشة مبسوطة اكتر ومرتاحة اكتر. الحمد لله ان الحاجات دي انا عرفتها دلوقتي، والحمد لله ان انا ما عرفتهاش في وقت اطول من كده. بس في نفس الوقت لو انا كنت عرفتها بدري كنت ممكن اعيش حياتي بطريقة فيها راحة اكتر وفيها انبساط اكتر. فتعالوا اقول لكم على ال5 حاجات اللي انا اكتشفت ان انا طلعت بيهم من ال5 سنين اللي فاتوا، واللي انتوا لازم تبقوا عارفينهم في حياتكم، بدل ما يعدي فترة تقولوا يا ريتنا كنا عارفينها، علشان نبقى عايشين مرتاحين ومبسوطين اكتر. بالنسبة لي اول واهم حاجة هي ان انا هقول لنفسي كفاية خوف وقلق. ولا الخوف ولا القلق هيغيروا اي حاجة انت هتمر بيها، ولا الخوف ولا القلق هيحلوا مشكلة، ولا الخوف ولا القلق هيغيروا مسار حاجة معينة المفروض ان هي كانت تحصل. الخوف والقلق بيخليك شخص مش مبسوط مهما كنت عندك نعم كتيرة قوي في حياتك. لو على طول عايش في خوف وعايش في حيرة وقلقان من بعدين هيحصل ايه، عمرك في حياتك ما هتكون مرتاح. تاني حاجة وهي حبي نفسك اكتر. حبي نفسك اكتر لان لو معرفتيش تحبيها مفيش اي مخلوق هيعرف يحبك، مفيش اي مخلوق هيعرف يقدرك. اوقات كتير قوي احنا منبقاش واخدين بالنا، بس احنا منبقاش حابين نفسنا او شايفين نفسنا ان احنا ما نستحقش التقدير، ما نستحقش المعاملة كويسة، ما نستحقش ان حد يعمل لنا حاجة كويسة تفرحنا في حياتنا. عارفين ده بيبقى نابع من ايه؟ مش من الشخص اللي قدامك، ده بيبقى نابع منك انت شخصيا. انت بينك وبين نفسك شايف ان انت ما تستحقش حاجة كويسة. زي اوقات كتير قوي تبص لحد تلاقي ان هو شخص فعلا بيرفكت جدا، مفهوش ولا عيب، وتقول لنفسك هو ازاي مستحمل ان هو يتعامل مع شخص تاني سيء بيعامله بطريقة سيئة كده. ولما تركز هتلاقي ان ممكن الشخص ده يكون يستاهل احسن بكتير قوي من اللي هو بياخده، بس هو راضي ومكمل. عارف راضي ومكمل ليه؟ عشان هو شايف ان هو ما يستحقش حاجة كويسة. هو لو كان شايف ان هو يستحق حاجة كويسة كان بعد عن الشخص اللي مش بيقدره، وبعد عن اي حاجة اصلا تسبب له ان هو ما يكونش شايف نفسه شخص كويس ولا شخص يستحق التقدير. تالت حاجة وانا معترفة ان انا كنت اوقات كتير بعملها، وللأسف انا ما كنتش ببقى واخدة بالي ان انا بعملها، وهي ان انا بحكم على الناس. بجد انا لو هرجع بيا الزمن هقول ما تحكميش على حد. ما تبصيش لاي لقطه ممكن تشوفيها صغيره تقولي اه ده الشخص ده اكيد كذا. انا اوقات كتير كنت بعمل كده ومعترفه بحاجه زي دي، بس اكتشفت ان ده اصلا حاجه غلط جدا، لان انت بتقفل نظرتك على اللي قدامك بحاجه معينه اصلا انت ما تاكدتش من صحتها. انت ما تاكدتش الشخص ده هو فعلا كويس هو فعلا وحش. لا، ما تحكمش على حد، وادي فرصه لاي حد قدامك مهما كان كل الناس اللي حواليك بيقولوا لك لا ده شخص كويس ده شخص وحش، ايا كان ادي فرصه للناس كلها وشوف انت بنفسك الشخص ده كويس فعلا ولا لا. ما تحكمش بنظرتك على حاجة صغيرة لأن وارد جدا تكون غلطان. الرابع حاجة كنت هقولها لنفسي وهي اختاري القريبين منك صح. انا شخص اجتماعي، شخص اعرف ناس كتير قوي في حياتي، بس انا جاي عليا فتره كنت بخلط القريب بالبعيد. يعني ممكن اشوف ان في حد كان قريب مني انا بعتبره قريب، بس هو في الحقيقه هو شخص بعيد جدا. هو شخص اصلا ممكن يكون مش بالقرب اللي انا متخيلاه، والعكس ممكن ناس كانت تبقى بعيده بس ناس فعلا هممها نرمين ايه، بس انا كنت مش معتبراها اصلا ان هي قريبه. كنت بخلط كل حاجه وبخليهم كلهم دايره واحده، وده غلط جدا. حلو ان انت تعرف ناس كتير، حلو ان انت تكون اجتماعي، بس يوم ما تختار دايرتك اختارها صح. خامس حاجة وهي اخر حاجة، ادي وقت لاهلك وحبايبك اكتر. اوقات انا ما كنتش ببقى مديه وقت للناس القريبه مني الوقت اللي هم يستحقوه، علشان انا مشغوله في حياتي بحاجات كتير، او ممكن اكون مشغوله بناس تانية، او ممكن اكون مش قادره او ما عنديش طاقه. اكتشفت ان اهم ناس انت المفروض تبقى واخد بالك منهم، مهما كانت طاقتك عاليه جدا او طاقتك نازله جدا، لازم تاخد بالك منهم، هم اهلك واقرب الناس ليك، لان هم احق الناس بكل الحب اللي جواك وكل الطاقه، وهم الناس اللي هيقفوا جنبك يوم ما يحصل لك اي حاجه. الحمد لله الحاجات دي انا دلوقتي بعملها، والحمد لله ان انا مركزه فيها جدا، واوقات كتير باثر فيها زي اي بني ادم، بس برجع لنفسي تاني
عايزة اقول بس حاجة مهمة جدا، لو انت بتعمل كده ما تستناش 5 سنين زيي لحد ما تكتشف ده. اعمل ده وخليك احسن مني، وخليك حاطط في دماغك ال5 حاجات دول، وصدقني هتلاقي ان حياتك بقت احسن واريح ومبسوط فيها اكتر. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.